تخيل معايا إعلان بيقولك اشرب المشروب ده هتخس 10 كيلو في أسبوع من غير دايت، أو كريم بيقولك هيمسح التجاعيد كلها في 3 أيام. احنا بنشوف النوع ده كل يوم من الإعلانات، والمشكلة إن ناس كتيرة بتصدق الموضوع ده. الحقيقة إن في أساليب ذكية للتضليل الإعلاني بتخلي دماغك تصدق حتى لو الكلام مش منطقي. أول حاجة من الحاجات ديت لغة المبالغة. تلاقي الإعلان بيستخدم كلمات زي ثوري أو سحري أو مضمون 100% من غير ما يقدم لك أي دليل علمي حقيقي. تاني حاجة الصورة قبل وبعد، معظمها بيكون متلاعب فيه أو معمول تحت ظروف مختلفة عشان يقنعك بالنتيجة. تالت حاجة المشاهير أو المؤثرين، دماغك بيربط بين حبك للشخص وبين المنتج حتى لو ما جربهوش أصلا. رقم 4 الأرقام الغامضة، زي 90% من الناس لاحظوا إن في فرق، لكن ما يقولكش مين الناس دول ولا الدراسات دي اتعملت ازاي. خامس حاجة إخفاء الشروط، يكتبوا التفاصيل المهمة بخط صغير تحت الشاشة وانت غالبا مش هتلحق تقرأه. طب يا ترى ازاي تحمي نفسك من الموضوع ده؟ 1 دايما دور على المصدر او الدراسات اللي بيتسند عليها الإعلان. رقم 2 لو النتيجة سحرية وسريعة غالبا مش حقيقية. ورقم 3 اسأل نفسك ايه مصلحة المعلن في اني اصدق؟ في الحقيقة هتلاقي ان عنده مصلحة. في النهاية الإعلانات هدفها تبيع مش تثقفك، إما تخلي عقلك هو الفلتر أو هتكون فريسة سهلة لأسباب التضليل. والسؤال، انت آخر مرة صدقت إعلان كان فعلا صادق ولا لأ؟